ثعلب عايزه دايما المقارنه اللي الناس بتستدعيها على طول الوقت الفتره اللي فاتت دي. وطبعا الناس برضو معذوره عشان نتكلم بامانه، لان هم عاملين حاجه خزعبليه. منتخب المغرب يعني مش طبيعي ان انت فيرست تيم يوصل سيمي فاينل كاس عالم، ومنتخب اولمبي ياخد البرونزيه الذهبيه في سوري البرونزيه في اولمبيكس. ده مش طبيعي. طيب. طب هم عملوا ايه؟ طب اشمعنى هم كده واحنا كده؟ طيب انت لما دخلت بقى جوه وشفت الدنيا لا جوه. هم اكيد عندهم حاجه كويسه جدا. الناس عندها اولا فوزي لقجع بقاله قد ايه رئيس اتحاد؟ لا فتره طويل. بقاله كام يعني؟ بتهيألي من ايام ما كابتن هاني كان موجود. بقاله اعتقد حوالي 6-7 سنين سبع يعني. سنين مثلا. طيب 6-7 سنين. اول ما مسك مثلا احنا كسبناهم في 2017 اعتقد في البطوله باين. مظبوط. في الجابون. وطلعوا من البطوله وما عملوش حاجه، واللي بعديها ما عملوش حاجه، وفي مصر هنا ما عملوش حاجه 2019. ايوه. واللي قبليها برضو ما عملوش حاجه. واللي بعديها بتاعت اللي فاتت ما عملوش حاجه. بس هو عندهم استمراريه، واثقين في الراجل ده بيشتغل. بس عندهم في حاجه مهمه جدا يا ابراهيم، ودي برضو الناس بتتكلم على الاكاديميه الملكيه ولا مش اسمها كده، مش فاكر محمد الخامس. محمد الخامس. طيب اللعيبه اللي بتلعب في المنتخب الاول كم واحد بيلعب في الدوري المغربي؟ اللي بيلعبوا في المنتخب الاول اللي لعبوا هم مفيش ولا واحد، مفيش غير عطيه بن عطيه تقريبا. المنتخب الاولمبي عندهم 21. لا انا بتكلم المنتخب الاول اللي وصل البرونزيه. لا انا بقول لك حتى المنتخب الاولمبي. انا لسه انا هاجي لك المنتخب الاولمبي برضه. انا هاجي لك المنتخب الاولمبي، بس بتكلم عن المنتخب الاول اللي هو عمل رابع عالم يعني. ان الناس قالت لك خد من التجربه. انا نفسي اخد من التجربه المغربيه فعلا. هم عملوا على فكره بنيه تحتيه كويسه يعني. عندهم زي مشروع الهدف عندنا كده حاجه زيه، بس 4 اضعاف مثلا ولا 5 اضعاف. عامل حاجه للمنتخب الاول. انا ما روحتش بس كان حد قال لي يعني، كان حد راح. وعاملين ملاعب كتير قوي للناشئين، وعاملين ملعب للكره النسائيه، وعاملين يعني صارفين كتير قوي على ان يبقى عندك ملاعب وحاجات للمنتخبات. احنا عملنا ده، الهدف ده بقالنا بنعمله من وانا بلعب. انا بطلت من 16 سنه تقريبا، ولسه ما خلصش لغايه دلوقتي. احنا لسه بنخلص فيه يعني. احنا لسه بندفع فلوس لغايه دلوقتي عشان نستلمه. هم 3 ملاعب يعني. برضو لما عملوه ما عملوش مساحه كبيره انك انت يبقى عندك ملاعب زي اللي هي عندهم. بس انا هكلمك في حاجه المغرب تحديدا، عشان الناس على طول يقول لك اتعلموا بتستدعي التجربه دي. كام لعيب بيلعب في المغرب وتعلم في المغرب وتأسس في المغرب بيلعب في المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي؟ لا هتلاقيه نسبه لا تتعدى 10% مثلا. مفيش يعني. كل اللي بيلعبوا اساسيين بيلعبوا مولودين بره وعامل اللغه فارق معاهم وعيشه بره. لان عندهم مهاجرين من زمان بره. مظبوط. طيب فين التأسيس اللي هو المنتخب مع احترامي بحبهم جدا يعني، بس قصدي هو ما تأسسش ولا لعب في الدوري بتاعه. بس هم عاملين حاجه حلوه قوي بالنسبه للمدربين. عاملين دلوقتي مدربين. دي حاجه واحنا لسه عاملينها برضو. احنا لسه فاتحينها بعد 7 سنين ما كانتش موجوده. بقينا نفتح فكره ان يبقى عندك السي والبي، وان المدربين تتعلم، لان ده مهم انك تتعلم لعيبه. هم فعلا سبقونا في دي. احنا يمكن الاتحاد لسه فاتحها من 6-7 شهور يعني. هم كمان عاملين مع، انا فاكر عملوا ده مع الافراطي، وعملوا ده مع السكتيوي، وعملوا ده مع اللي هو كان بيلعب معاك كان اسمه لا ومصطفى حجي. ما هو مساعد السكتيوي يعني بينفستوا فيهم ان هم يروحوا. انت دلوقتي انت لما كنت قافل هم شغالين. صح مظبوط. انت ما اعرفش انت قفلت ليه كل ده. انا مش عارف انت يعني. احنا لما جينا اخر مره دي قلنا احنا قافلين ليه؟ ما تفتح، حاول تشوف الحاجات عشان الناس دي تتعلم اللي عندك دول يتعلموا. بس انا بتكلم برضه على فكره تانية. انت كم واحد بقى في المنتخب بتاعك ده اللي كسب اسبانيا واللي كسب باراجواي واللي كان هيكسب فرنسا بيلعب بره؟ هتلاقي هو ما فيش غير بلال كلهم الدوري المصري. بلال يعني انت كل الادوات دي متربيه في الدوري المصري ومتاسسه في الدوري المصري ونفسها من الدوري المصري. فالدوري المصري مش وحش، بس انت بتقارن بلعيبه متعلم في اسبانيا وفي المانيا وفي البرتغال وفي فرنسا ومتاسس في انديه جامده هناك. هو ما تاسسش في المغرب. بدليل ان انت لما تيجي تبص على المنتخب المغربي نفسه يا ابراهيم، مين بيلعب في الدوري المغربي بيلعب في المنتخب؟ طب الدوري ده كله معمول لمين؟ هناك يعني معمول لمين؟ ما هو المنتخب كله مش منهم. حتى لما انت مثلا ممكن الدوري ما يتلعب هم مش، لان مفيش حد في المغرب بيلعب من اللعيبه. بس هو برضو بالرغم من ده هم عندهم تميز في الحتتين يعني، على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الانديه يعني. الوداد ما هو موجود على اتحاد قوي طبعا، وراجل محترم جدا وراجل بيشتغل لفرقته فعلا، بس معاه بادجت كتير بيشتغل يعني. احنا لما رحنا البطوله اللي فاتت في افريقيا كنا في كوت ديفوار. فاحنا لما رحنا البلد الثانيه لعبنا فيها الكونغو دي، كان هم في بلد في المغرب. لقينا ان الناس اللي قاعده معانا مش المنتخب. كلهم صحفيين وكلهم اعلاميين. المنتخب مش خد اوتيل جدده من اي تو زي
جددوا الاوتيل ده ما كانش اوتيل، جددوا كله عشان المنتخب هيروح يلعب لما عرفوا قرعتهم، جددوا كله برقم يعني ربنا يديهم يعني عشان يقعدوا، وخسروا في الدور ال 16 وطلعوا. بس انا بقول لك البادجت اللي انت بتشتغل بيه ده، راح خد اوتيل من بابه قفلوا عليه وجددوا اوضه كلها عشان المنتخب المغربي جاي في شهر 1 يقعد. خدوا من 6 شهور قبليها، كل الناس عارفه يعني، كل الافارقه والصحفيين مش حاجه غريبه يعني. فانا بقول لك حجم الصرف على الكوره عامل ازاي. انت هنا عايز تعمل كاس مصر دلوقتي عشان تاخد 2 3 مليون زياده. فاهم الحجم اللي انت بتتكلم فيه، والحجم لما تعمل هناك مبنى مختلف، مبنى رياضي فيه 5 6 اوتيلات ومش عارف 15 ملعب، وانت عندك هنا 3 ملاعب بتعملهم بقالك 15 سنه. فاهم؟ زي ما بقول لك انا بتضايق قوي من فكره التقليل دايما مننا من اللعيبه المصريه ومن الدوري المصري. الدوري المصري ده اللي انت بتلعب بقالك سنتين بتوصل افريقيا فاينل كنت، وكاس عالم لعيبه خسرت من السنغال وطلع رابع عالم، وعندك 90 او 99% بيلعبوا في الدوري اللي انت مش عاجبك ده. المغرب مع احترامي الشديد ليها ولا واحد من اللي بيلعب في الدوري المغربي موجود في المنتخب اساسي يعني. حتى اشرف بن شرقي اللي هو الساحر بتاعنا كان في البطوله مش دي اللي قبليها احتياطي على طول، ما نزلش ولا ماتش. يا اخوان الى عجبكم الفيديو ما تنسوناش بالاشتراك ولايك وتفعيل الجرس، وتعليقاتكم تهمونا. سلام.